الله يا بابا شم ريحة البطاطا. يا ابني اطلع يا ابني، بطاطا ايه ده؟ تلاقي من عند الجيران اللي هنا ديت، مش من عندنا اكيد يعني. طب يا بابا ما تجيب لي طيب واحدة، انا نفسي فيها. يا ابني نفسك ايه؟ وكل اللي نفسنا فيه بنتحقق وما فيش يا ابني الكلام ده انا حتى نفسي في حته شقه نقعد فيها. اطلع قدامي، ده زمان النطره بهدلت فرشتنا فوق. اطلع يا بابا انا مثلا بس يا حبيبي ابص على دماغك، اطلع هجيب لك. يا بابا لك. اقول لك اسمعني بس، انا نفسي في بطاطا. يبقى الحته حلوه قوي. طب يا حبيبي يا عمي مش بايدي. طب اطلع، طب انا هتصرف وهبقى اجيب لك ان شاء الله. هتجيبها لي يعني النهارده؟ ان شاء الله. ادفع لها ليلى بقى كده وتعالى قول لي. ما انا طفيت يا بابا، جبت لك الطبق وطفيت. عارفه كان ناقصها ايه بقى البطاطا دي؟ ايه يا شويه بابا؟ صوص شوكولاته كده عليها، كان ودوها في حته تانية. ما خلصان بقى يا بابا، ما انت عارف اول الشهر ان شاء الله هجيب. ابرني على الواد اخوك كريم، خليه يجيب ازاز صوص وهو جاي، صوص شوكولاته. ماشي يا بابا. لا حلو قوي، تسلم ايدك بصراحه. ناس عايشه وناس بايشه عمالين دايسين بطاطا، واحنا النطره دايسه علينا فوق ولا حد حاسس بينا. طيب ده مين اللي جاي لنا في ساعه زي دي؟ قوم الرئيس. لا والله ما عندناش زباله كبيناها الصبح. ثواني بس يا عم الحاج، زباله ايه؟ انا مش جاي على الزباله، انا الساكن اللي فوق على السطح. اللي على السطوح؟ انت لسه شغال ساكن جديد؟ امرني. طيب كنت بس طالع انا وابني كده وعيل صغير وشم ريحه البطاطا، كان كنت عايز حته صغيره بس كده بعد اذنك. انت ازاي اصلا جالك جرأه اللي انت تقول حاجه زي كده؟ انت تعبان في دماغك ولا ايه؟ وصاحب البيت خلاص دقت بيه، جايب لنا شمامين يسكنهم عندنا ولا يتكل على الله؟ يلا شوف انت رايح فين. حته صغيره مش هجرى لك حاجه. توكل على الله يلا يا عم، بلا حته صغيره بلا حته كبيره. ايه القرف اللي ايه القرف اللي بتحدف علينا ده؟ خبر ابيض يا بابا، انت بتهين نفسك يا بابا عشان ايه؟ انت ما كنت قلت لك يا بابا انا عايز حاجه. دي عيشه بقت تقرف. في ايه يا بابا بتزعق لمين؟ مفيش، بفتح الباب لقيت له قاعد بيقول لي انا عايز حته بطاطا. بقول له انت مين يا عم؟ بيقول لي ده انا ساكن فوق. صاحب البيت بقى بيرمرم ولا ايه؟ بيجيب اي حد كده ويقعده؟ احنا ملناش دعوه يا بابا هو يجيب مين ولا ما يجيبش مين، بس انت ما ينفعش تزعق له، كنت اديت له حتى لو حته صغيره. المره دي اديله بقى حته بطاطا، المره الجايه الاقيه جاي لي بكوبايه يقول لي هات شويه زيت وشويه ملح، وابص بقى الاقي نفسي بصرف عليه وعلى صاحب البيت. انت متخلفه ولا ايه؟ معلش يا بابا، ده جبر الخواطر. جبر الخواطر؟ اتصل بس باخوك قول له هات لي بتاع صوص شوكولاته دوت اللي هو كان بيجيبه. يا استاذ نعم يا استاذ. اتفضل البطاله حضرتك نفسك فيها. لا خلاص بقى يا استاذ، ملوش لازمه. لا ما تقلقش، انا جايبها لك من ورا بابا، لان اصلا بابا لو عرف هيزعق لي. هو فعلا قال لي كل حاجه والله، وقال بهدل بكرامه الارض. انا مش فاهم، هو ما ينفعش استاذنك في حته ثانيه لابني دي تبقى ليا انا؟ يا ليلى، ايه يا كريم؟ ايه اللي موقفك مع الراجل ده؟ انت مين يا عم انت؟ انا اللي ساكن فوق على السطح. انت كنت بديله بس حته بطاطا. تديله حته بطاطا اللي انتوا تعرفيه؟ افرض حد من السكان طالع وشاف المنظر ده. يا ابني انا راجل كبير يا ابني. خش جوه يلا. عيب اللي انت بتقوله دوت. خش يا عم اتكل على الله يا عم وهات البطاطا دي. يا ابني عيب يا ابني، انا اخدها لابني يا ابني. يا عم ابنك ايه؟ اتكل على الله يلا. يا ابني مش هتموتك يا ابني، حته زي ده حرام عليك. روح يا عم. ايه الزعيق اللي بره ده كله؟ ده كله عشان طلبنا ازاز صوص شوكولاته. في ايه يا عم؟ الدنيا ما خربتش يعني. ايه يابا؟ ايه يابا ايه؟ دي بتقول لك على ازاز صوص شوكولاته يعني ما خربتش الدنيا. ايه المشكله؟ حتى وانا حاسبك عليها يا عم. صوص وشوكولاته ايه يابا؟ بس في انا طلعت لقيته واقفه مع واحد على السلم وبتديله البطاطا. واحد على السلم كانت واقفه مع مين؟ مع راجل لابس طاقيه كده ولابس جلابيه شكلها وحش. جلابيه معفنه كده؟ ده راجل كده حد كنت واقفه معاه ان شاء الله. كنت بديله بطاطا يا بابا، انا سمعتك بتزعق له. بس هزعله واديله بالصرمه ومين كمان. الراجل ده يابا؟ مين الراجل ده؟ ده راجل بجح بجحت السنين يا جدع، ما اعرفش صاحب البيت ده بقى بيرمرم ويجيب ناس كده وخلاص. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ قاعد باكل في امان لقيته بيخبط وبجح قوي كلح. بيقول لي استاذنك بس عايز حته بطاطا لابني. يا وصلت كده يقول لي ابني هصرف عليه هو ابني ولا ايه؟ ثواني بس، والراجل ده اللي هو لسه الجديد اللي معاه العيال الصغير ده؟ قاعد مرمي على السطوح في العشه يعني اللي فوق. يعني هو قال لك لابنه يعني مش ليه هو؟ يا عم لابنه ولا ليه؟ احنا مالنا؟ احنا نصرف عليه. الواد نفسه فيها يابا، ده انا لسه مزعله وقلت له خدت منه طبق البطاطا وقلت له يلا اطلع على فوق. ما يغور في ده يا عم، احنا مالنا ومال الكلام حرام، ده تلاقي عيل صغير وفي نفسه فيها. خلاص انتوا حرين. ده انا اطلع اداله بقى يا عم. خليك كده قلبك الطيب ده ان شاء الله يوديك في داهيه. اصرف كل حياتك كده عليهم. خد يا حبيبي تعالى قول لي. نعم. هو انت اللي قلت اللي خبطته كان نفسك في البطاطا؟ ايوه. طب خد يا حبيبي الصينيه اهي كلها، ولو نفسك راحت لاي حاجه تانية تعالى خبط عليا، انا مالكش دعوه بالراجل الكبير اللي جوه ده. ماشي يا عم، ربنا يخليك ليا. ولو عوزت اي حاجه يا حبيبي تعالى خدها. ماشي ربنا يخليك. يبقى اكل ابوك معاك بقى. ماشي. بقول لك ما تقوم تجيبي لي طبق بطاطا كده وحط لي عليه شويه شوكولاته من اللي الواد كريم جابه بسرعه كده. عملت خير يا اخويا، اديته اللي هو نفسه فيه. ايوه انا اديته الصينيه كلها اصلا. انت بتستعبط ليه يعني؟ اديله الصينيه كلها. الحقيقه بص ان هي مش موجوده. ما البيه شحتها للراجل، البيه بتاع الاعمال الخيريه، ليه تديله الصينيه كلها؟ هو دي حاجه هو كان عايز حته صغيره، هو افترى يا ابني. يا عم ده طفل صغير نفسه في حاجه فاديتها له، خليه يعني لما هو ياكل له حته وابوه حته ايه يعني؟ ما احنا كل يوم بنجيب بطاطا. وبعدين انت طلعت شفتهم قاعدين اصلا في مكان عامل ازاي؟ يا عم انا دول قاعدين في الاوضه اللي كنا حاطين فيها الكلب. ده حول ولا قوه الا بالله. والنطره مغرقاهم والهدوم بتاعتهم متبهدله. انت طلعت تشوف الراجل قاعد جنب الزاويه كده وبص النطره مغرقاه وقاعد كاشش كده هيموت من السقعه. ده حول ولا قوه الا بالله.
ده انا كده افتريت على الراجل ده. المفروض انت كنت عرفت ظروفه ايه. وبعدين يا عم ده لو لابس بدله وقال لك عايز حته بطاطا اديله يا عم عادي. نفسه والله فيها. العظيم يا ابني انا ما بقيت بص من اللي الواحد بيشوفه في الشارع، ما بقيتش عارف مين اللي محتاج من مين اللي مش محتاج. بس ده عيل صغير، انت المفروض شايف عيل صغير في نفسه حاجه. انت عارف العيل الصغير لما يبقى نفسه في حاجه وشاف حاجه في الشارع بيشبط فيها فخلاص هي نفسه راحت لها. هي معلش جت معايا كده وحقك عليا يا بنتي، حقك عليا، انا اسف ليكي، بس انت برضو المفروض ما تديش حاجه لحد من دون اذن، تقولي لي الاول وانا اقول لك اديله ولا لا. ماشي يا بابا. خلاص يا ابني حقكم عليا، انا بجيب بكره ان شاء الله ونعمل يا عم، واللي نعمل منه ياكل منه وخلاص. انا هقوم انا. ماشي يا ابني توكل الله، ما تنساش الازازه الله يبارك لك معاك عشان بكره. السلام عليكم يا عم، حضرتك كنت طالب اوردر؟ ايوه يا ابني انت اللي اخرك كده يا ابني. معلش بقى يا عم عشان الطريق بقى زحمه والعربيات ما اقولكش. ماشي يا حبيبي، طب هبص عليه بصه كده وابعتك حته تانية بيه، ماشي؟ تحت امرك يا اي حاجه يا عم. تسلم لي حبيبي. زي ما انت بص قدامك يا حبيبي عشان ما فيش حاجه تقع، بس بص قدامك. ماشي ماشي يابا، هروق انا عليك ما تقلقش. انت منين بقى اصلا، قاعد فين؟ انا ما اعرفش والله يا عم، انا قاعد في بس انا كده بشتغل في حته بعيده. تمام يا حبيبي، ربنا يصلح لك الحال، باين عليك عيل محترم بتاع شقه. خلاص يا عمو. اه يا حبيبي خلاص. هو حسابه كام؟ هسيبه 250 بس كده حبيبي، احلى 250. 1 2 3 300 جنيه اهم. ماشي يا عم. شايف الشركه الهندسيه اللي هناك دي؟ يا هتروح عم. تدي لي الاستاذ اللي هناك، استاذ كريم. من عينيا. يلا تسلم يا حبيبي. وايه العيل الصغير والشنطه اللي شايلها اللي اكبر منه دي؟ خد يا حبيبي. يا عم انت بتدور على مين ولا عايز مين؟ بدور على واحد اسمه كريم طالب اوردر. انا كريم بس مش طالب اوردرات. ايه ده؟ لا انت طالب كمان اوردر كفته. كفته كمان؟ طب وريني، لو كفته طلعت حلوه هحاسبك عليها، بس انا ما طلبتش حاجه يعني. اللي انت عايزه يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا باين على الكفته بتاعتكم حلوه، ريحتها كويسه. ايه ده؟ ماشي يا حبيبي، الاوردر ده ايوه انا اللي طالبه، معلش شكل الجماعه تعرف يا فوق عم؟ طلبوه. ماشي. ده حسابه كام ده؟ لا يا عم، ده محاسب عليه. اتحاسب عليه كمان؟ كتر خيركم والله. اصبر بقى اقفل لك الشنطه. ماشي يا حبيبي روح انت. ماشي. يا خساره، كنت حاطط في دماغي اللي انت هتبقى اول واحد مصدر ثقه، طلعت لص. يا ليلى ايه يا كريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اقدر اقول لك اللي انا كده اقدر اجي اتقدم وبقلب جامد. ليه يعني وقعت على كنز ولا ايه؟ كنز؟ كنز ايه؟ الكنز ده حاجه قليله بالنسبه للي انا لقيته. دي بدايه الكلام. ايه ده؟ دي منين دي يا كريم؟ دي تعمل لها بتاع 100 جرام. بص ايه ده؟ بقى. ايه ده كله؟ طب شيل احنا في الشارع. مفيش حد حوالينا. ايه ده؟ طب انت لقيتهم فين ولا جبتهم منين دول؟ انا كنت بقدم في الشركه وواقف مستني الرد بتاعهم، ومره واحده لقيت لك عيل صغير داخل عليا معاه اوردر بيقول لي استاذ كريم، قلت له انا استاذ كريم. قال لي ما انت طالب اوردر، قلت له لا. لقيته قال لي لا انت طالب اوردر واداني الشنطه دي. باكل الكفته ببص لقيتها فيها ذهب. إيه ده؟ وبفتح السندوتش لقيته فيه الذهب التاني ده. يعني انت ما كنتش طالب اي اوردر ولا اي حاجه؟ يا بنتي اوردر ايه؟ وحتى يوم ما هطلب اوردر هطلب كفته، ما طلبتش حاجه. انت الفرحه اثرت على دماغك ولا ايه؟ ركزي معايا. انا مركزه اهو يا كريم، بس خلي بالك طالما الاوردر ده جالك بالاسم وباسم كريم يبقى خلي بالك دوت اختبار من صاحب الشركه. صدقني ممكن صح. ايوه، انت ازاي ما جاتش في بالك حاجه زي كده؟ ما اعرفش، بس ممكن اللي انت بتقوله ده برضك ما يكونش اكيد، ما احنا برضك ما نعرفش. انا بصراحه مش متاكده، انا بقول لك ممكن، يعني ممكن وممكن. احنا بس كده كده هنعرف. هو لو هو صاحب الشركه هيرن عليا هيقول لي مثلا انت سقطت نجحت، اكيد هيكلمني. فاحنا ايه ما نسبقش الامور. هاتي خلاص. بس الحاجه دي كده. بس خلي بالك يا كريم، لو ده فعلا صاحب الشركه يبقى انت كده سقطت في الاختبار. البت اللي مقدمه جديد جايه ايه، شكلها في حاجه. السلام عليكم يا استاذ هاني. السلام ورحمه الله وبركاته. يا رحمه يا بنتي، خير في حاجه ولا ايه؟ في حاجه بصراحه حصل لي كده موقف غريب. خير في ايه؟ حد عكسك في الشغل ولا حاجه؟ لا بالعكس كلهم محترمين. ما انا بلاقيهم على الفرازه. امال ايه يا بنتي في ايه؟ بصراحه كان في اوردر اللي هو الغدا يعني، فانا بفتح العلب لقيت دول فيه. يا خبر ابيض، ده ايه ده؟ كل ده دهب؟ بس انا مش عارفه هو بتاع مين، ممكن يكون حد ناسيه او حطه بالغلط. اكيد تلاقي بتاع الاوردر ولا حاجه. طب ما خدتهمش ليه؟ حد الله ما بيني وبين الحرام يا استاذ هاني. الله يبارك لك يا بنتي، ربنا يزيدك يا بنتي. طب بص عايز اقول لك على حاجه، الحاجات دي بصراحه انا اللي كنت بحطها للموظفين بتاعتي. طب ليه انت بتعمل كده ليه؟ مش انا بقول لك انا بنقي الموظفين عندي على الفرازه، اهم حاجه يبقى ادب، امانه، اخلاق.
ما يبصوش للايد اللي في غيرهم، لان انا راجل مقتدر زي ما انت فاهمه، فممكن واحد يحسدني على اللي انا فيه يمد أيوة. ايديه. ما انت شايفه الفلوس عامله ازاي في الشركه، ايوه فاهمه قصدي؟ فيا بنتي خلاص انت مقدمه الورق بتاعك، انت اعتبري كده انت قبلتي خلاص تمام. يعني تيجي كده من هاجي بكره الأول؟ الصبح ان شاء الله، مش بقى الشهر الجاي، لا انت من الصبح ان شاء الله معانا ربنا خلاص. يخليكي يا واتمنى ان أستاذ. انت تفضلي كده على طول. اكيد. ماشي يا بنتي، يلا توكلي على الله. عاوز حاجه؟ ربنا يبارك لك يا بنتي. شفت يا كريم، مش انا قلت لك اختبار؟ اهي واحده واقفه معاه وبتديله ذهب اهو. الصراحه دي بتديله دهب اهو. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اخش على اديله الحاجه دي ولا اخدها وانا؟ ايوه طبعا لازم تديها له. طب تعال معايا. ده مين اللي جايبها لي معاه وجاي ده؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هاني عامل ايه؟ ازيك يا كريم؟ مش كريم برضو؟ ان شاء الله. خير في حاجه ولا ايه؟ في الاوردر بتاع الغدا لقيت الدهب ده. يا خبر ابيض، كل ده ذهب؟ بس طب مش عارف بتاع مين بقى. طب وما جبتوش ليه من بدري؟ ما انا رحت مشوار كده. رحت مشوار؟ ده مين دي اللي معاك دي؟ دي ان شاء الله هتبقى خطيبتي. خطيبتك؟ بص يا بنت، اقول لك نصيحه لوجه الله تعالى، اللي ما يتامنش على مال الناس ما ينفعش يتامن على بنات الناس. طب وليه بتقول الكلام ده؟ طب يا استاذ ما هاني، انت لو انت في دماغك تجيب الحاجه دي من الاول كنت جبتها، انما انت للاسف جبتها بعد ايه؟ اكيد هي اللي تلاقي نصيحتك النصيحه دي، صح؟ فعلا يا عمو عندك حق. كريمه يا منارة مش عايزه اعرفك تاني. الف سلامه يا بنتي. وانت يا ابني مال الناس كالناس يا حبيبي. والنصيحه لوجه الله تعالى لما تيجي تقدم في شغل تبقى امين. اديك دلوقتي خسرت خطيبتك وخسرت الشغلانه اللي كنت هتقدم فيها. عندك حق. طب اديني فرصه طيب. لا فرصه ايه؟ الفرصه معايا انا الاولى هي الاخيره حبيبي. يلا توكل على الله ورا خطيبتك، يلا روح تعالى عليها.